كل حاجة كانت ماشية كويس لحد ما دخلت هندسة. وبالذات اسايمنتات ريبورتات ليه هندسة هي أسوأ كلية ممكن تدخلها. أنا عارف إن أنت متوتر ومرعوب وضغط من الامتحانات والتنسيق والأهل والطموحات وكل ده، اهدى أنا معاك، هحكي لك تجربتي المرعبة في كلية هندسة، أصعب كلية في مصر يا جدع، الكلية اللي الناس كلها عايزة تاخد الكارنيه ده، وهو حرفيا مش هتستفيد منه أي حاجة غير التحليلات والأشعاعات اللي هو هيعمل لك عليها تخفيض، فجهز النسكافيه بتاعك وتعالى معايا بقى أحكي لك التجربة العظيمة في لعنة كلية الهندسة. كلية جحيم. بس قبل اي حاجة، هو الفيديو ده لمين وهيفيدك في ايه؟ مبدئيا كده انت لو انت مخلص ثانوي او انت اب او ام طالب محتار من كلية حاسبات وهندسة، اهلك غاصبينك تخش كلية هندسة وانت ما انتش عايزها، فهقول لك تعمل ايه؟ انا جاي لك من هناك، انا بقى مريت بالليلة دي كلها وجاي احكي لك التجربة بتاعتي، فجهز النسكافيه بتاعك وتعالى معايا بقى احكي لك التجربة العظيمة وانا جايبها من تحت يعني زيك بالظبط، يعني انا كنت الطالب الدحيح اللي شايل الشنطة على ظهره وبياكل الكتب قايم قاعد نايم شارب واكل الكتب في ايده ولا اي حاجه من الكلام ده، انا زيك بالظبط. فلايك واشتراك بقى وفعل الجرس وشارك الفيديو ده مع اي حد داخل على الخطوه المهببه دي. القصه بدات في اغسطس سنه 2016. اخلص يلا، انا من بيت مصر عادي زيك بالظبط ووحيد، ويا سوادك يا حظك الزفت المهبب لو انت وحيد زي حالاتي، لان انت محطوط فيك امل ابوك وامك عيلتك، البلد كلها حاطه املها فيك انت، واحد ماشي في الشارع مصدع هيحطوا امله فيك تبقى دكتور علشان تعالج. المهم عدت مرحله الثانويه دي بقرفها كلها، الحاج بقى الفتره دي كلها كل اللي على لسانه هندسه، هو كل الكليات عنده في الفتره دي كليه واحده ملهاش خيار تاني، هندسه. ذاكر كويس وشد حيلك، ها ما هو يا تبقى مهندس يا فاش، مش هتجيب هندسه شوف لك صنعه بقى، لا والبنت اللي بتحبها ما دخلتش هندسه مش هتقدر تعبرها، مصيرك كله مترتب على الهندسه، هي كليه هندسه ملهاش حل تاني. ومجموعي جاب هندسه ودخلت كليه هندسه، والجد بدأ. انا واحد كنت بحب الكمبيوتر، العاب، برمجه، فالطبيعي ايه؟ حاسبات، ولكن انسى يابا، هتسيب هندسه وتروح كليه ملهاش ملامح، ملهاش كارنيه، ملهاش نقابه، انت انهبلت. ادخل هندسه وخد الكمبيوتر ده هوايه، مع ان حاسبات لها مستقبل ومميزات وقد تكون لها مميزات اكتر من هندسه، ممكن نتكلم فيها في فيديو تاني بعد كده، بس لا، هندسه حاسبات ملهاش قيمه. وجبت يا معلم المسطره حرف تي شويه براجل بقى مهندس، ودخلت اول محاضره، ومن حظي السعيد كانت محاضره ايه؟ ماث. دخلت قعدت في المدرج عادي والدكتوره دخلت تتعرف بقى، ها تقول ايه يا مهندسين، ايه الاخبار، اول يوم اول محاضره نتعرف بقى والليله دي كلها، وخصوصا دي اول محاضره ليا في الكليه. راحت ماسكه القلم وعلى السبوره وكتبت CH1 وبدات تتكلم، وهنا بقى الترجمه فصلت، كل الكلام اللي كانت بتقوله انا مش فاهم، مش لقطه خالص. المهم ان CH1 دي طلعت شابتر 1 والدكتوره عماله بتشرح وانجلش بقى، انجليزي معرفوش، انا اعرف الانجليزي بتاع المدرسه شي ات از نوت بت، اما الديفرنشيشن ده انا ما اعرفوش. ومن امتى جا وجتا وظا بقت ساين وكوزاين وتان، قعدت ساعه ونص تتكلم وانا الباقه خلصانه مش لاقط اي حاجه خالص. لا واللي يجننك ان العيال بتشارك، وهنا المصيبه، انت بتصدم في نفسك انك ما انتش فاهم اي حاجه في اي حاجه ولا حاجه حرفيا، وفي ناس فاهمه لا وكمان بتشارك، ايه ده؟ المهم بقى خلصت الساعه ونص وهوب راحت قايله اساينمنت. ايه يا جدعان الاساينمنت ده؟ من الاخر واجب في ايه؟ هو انا فهمت حاجه؟ بقيت بدور على ناس مش تشرح، لا انا بقيت بدور على ناس مش فاهمه اي حاجه خالص عشان اعرف ان انا مش لوحدي. المهم بقى خلصنا المحاضره الاولى وجات المحاضره الثانيه، ايه؟ فيزياء، طبق الاصل الرياكشن بتاع محاضره الماث. ومع اخر يوم خارجين كلنا من المحاضره كله بيبص حوالين نفسه كده بالشكل ده، اللي هو ايه بقى؟ ايه يا جدعان في ايه؟ ودي واحده من اكبر مصايب هندسه، الدكاتره هناك غالبا ما بتتعاملش ان انت لسه خارج من سنه ونظام جديد، لا داخلين ضرب على طول. جه بقى تاني يوم صاحي وش مطبق ومش شايف في عينيا، ورحت استلم بقى الكتب، وكانت المصيبه كتاب قد كده اهو بتاع 600 صفحه ولا كلمه عربي، اسم الدكتور نفسه بالانجلش. وهنا بقى كانت لحظه الحقيقه مع النفس، شكلنا عشمنا ولا ايه؟ ده الموضوع طلع اكبر بكتير قوي مما انا كنت متخيله، خصوصا انك تكون قاعد في محاضره ما انتش فاهم اي حاجه خالص، فتفتح الصفحه في الكتاب فما تفهمش ايه علاقه اللي مكتوب في الكتاب باللي الدكتور ده بتقوله، ذكريات سودا. المهم عدى اسبوع على هذا الحال، وحصلت النقطة الفيصلية اللي كتير من اللي دخلوا الكلية دي حصلت لهم. رفعت التليفون ورنيت على الحاج، يا حاج أنا أنسحب، انا مش مكمل في الكليه دي تاني،
انا مش فاهم اي حاجه، وفي كويزات وريبورتات. انهيار بقى، مش مكمل. انا لو كملت هسقط في كل المواد. كانت لحظه انهيار بالكامل، استسلام. هندسه داست خلاص بالقوي. بس كان رد الحاج كالتالي: عادي ما يهمكش، انت كده كده دخلت المفرمه، فاتفرم وهيجي يوم وتخرج منها، واعمل اللي عليك وما تخافش وما تقلقش من انك تشيل مواد. وخلي بالك في ناس كتير قوي كنت عرفتهم في الكليه بعد اسبوعين او شهر سابوا الكليه بسبب دكتور معين. يعني تخيل دكاتره قدرت تغير مصير طالب بالكامل. معاناه وربنا. وعدت ايام من المحاضرات والتسليمات، وجاء اول ميد ترم ولبست في الحيط. بقيت بدور كده في الكليه واجري وادور على اللي اكبر مني علشان سؤال واحد بس. انتوا عديتوا اعدادي دي ازاي يا جدعان؟ اعدادي هندسه دي كانت كابوس. بس هل الدنيا سواد قوي كده؟ لا، مع الوقت اتعود. يعني الضغط اللي كان في الاول متعب ما بقاش زاد. واختصارا للوقت عدت اعدادي هندسه يا فرج الله. وهانت لحظه اختيار القسم. الاباء بقى والمجتمع كله رجعوا تاني. مدني، مدني خلصانه. هي هندسه يعني مدني؟ يا جدعان مش عايز مدني، خلاص عماره، المهم تبني وخلاص. فبقيت في ضغط نفسي كبير تاني. انا بحب الكمبيوتر، يعني ما بحبش المباني ولا الكلام ده. لا كمبيوتر ايه، لا 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 لا، مدني مدني مدني. ودخلت مدني، قعدت فيها شهر سواد. مش حابب القسم نهائي خالص، مش نافع معايا خالص يا جدعان. وبعد خناقات ومشاورات وتدخل ووسايط ونجيب ناس عشان تحل المشكله دي، قدرت احول من مدني لكهرباء قسم كمبيوتر. وامتى؟ قبل الميد ترم بيوم واحد. يعني انا دخلت امتحانات قسم تاني معرفش عنه حاجه خالص. بس نرجع ونقول عدت ومشيت. وهنا بقى في وقفه. انت في الفتره دي بتحدد مصيرك انت، فاختار مصيرك بايدك. تمام؟ عدت بقى فتره الكليه دي بمصايبها ومعاناتها. مش قادر اقول لك قد ايه كميه الضغط النفسي والعصبي ايام الفاينل والامتحانات. ده انا لسه معايا صور الشتات والاوراق والبرشام ايام الامتحانات. ذكرى سواد. سيب الفتره دي بقى علشان ما اسببلكش مشاكل. الليله دي كلها ضربت حياتي. من الاخر قبل هندسه مش زي بعد هندسه خالص. مستحيل نفس الشخص. التفكير اتغير، بقيت متشائم اكتر، كل حاجه اتغيرت. المحصله بقى المجهود اللي اتصرف على الكليه دي مقارنه بالعائد اللي هتاخده منها بعد ما تتخرج. صفر، زيرو، بيج زيرو. في مصر صفر. رقم واحد، معاناتك في انك تلاقي وظيفه، معاناتك في انك تلاقي شغلانه محترمه، معاناتك في انك تلاقي مرتب محترم. لما يكون شخص بعد 5 سنين تعب في هندسه، اعصابه تعبت وكل حاجه في حياته تعبت، وبعد الامتحانات دي كلها وتقول له هتبدا بمرتب 3000 جنيه، يبقى اكيد في حاجه غلط. لما يكون في مهندس عنده خبره بال10 وال12 سنه وبياخد مرتب اقل من 10000 جنيه في الفتره الحاليه، يبقى اكيد في حاجه غلط. لما الاقي كل المهندسين اللي انا اعرفهم بقى بيحاولوا يجروا بره البلد علشان بس يلحق يعمل له قرشين يكون بيهم مستقبله، يبقى اكيد في حاجه غلط. من الاخر كليه هندسه في الوقت اللي احنا فيه ده من اسوأ الخيارات اللي انت ممكن تفرضها على حد في حياتك كلها. والكلام ده موجه للاباء. اما لو انت طالب وعايز تخش الكليه دي فربنا يوفقك ويكرمك. اما ان يكون ابنك او بنتك عايز يخش او عايزه تخش كليه معينه، ومش كليه وحشه، كليه كويسه وليها مستقبل، سيبه يقرر مصيره. ما تفرضش عليه مصير يخليه تعبان نفسيا من قرار انت اجبرته عليه وهو لسه صغير. لانه من الاخر مش هيستفيد بالكارنيه اللي انت فرحان بيه ده غير شويه تحليل واشاعات هيعملهم هياخد عليهم تخفيض. وفي النهايه مش قصدي احبطك والله، بس في الوقت ده الكليه دي اختيار تقيل قوي، والمرتب اللي انت هتاخده مش هيفتح بيت نهائي. ومش معنى كده انها كليه وحشه نهائي خالص، كليه عظيمه وليها قيمه جباره، بس مش هنا. بس ده كان ملخص سريع للجوانب السيئه لكليه هندسه. فلو عجبك الفيديو ده اعمل لايك وفولو وشرفنا بالاشتراك، وشير الفيديو ده لابوك او لاب حد جابر ابنه على كليه هندسه. وما تنساش بقى تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان تشوف الفيديوهات الجديده ان شاء الله. ولو في حاجه حابب ان انا اتكلم فيها قول لي عليها في التعليقات ومش هتكلم فيها. بس ده اللي كان عندي النهارده. اشوفك في فيديو جديد. سلام.